ضحكوا عليكم وقالوا لكم نادي الوطنيه والكرامه. نادي الزمالك من كام شهر عرض احمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع. كل الجماهير والاعلام وبتوع السوشيال ميديا كلهم طلعوا قالوا قرار تاريخي، قرار تاريخي لمجلس اداره حسين لبيب. طلع يعني كل اللي بيقعد على الكرسي ده بيبقى حنفي. لما قال كده كله راح. قرار تاريخي لنادي الوطنيه والكرامه. نادي الوطنيه والكرامه قال لك ايقاف مصطفى الزناري ومحمد صبحي واحمد فتوح وعرضهم للبيع. سبحان الله، يعني الدنيا اختلفت. امبارح جدد احمد فتوح مع الزمالك، طلعوا برضو قرار تاريخي لمجلس اداره نادي الزمالك بالتجديد لفتوح ابننا ابن 100 عقبه. احمد فتوح مننا وزملكاوي زينا، وكلهم دلوقتي بيطبلوا وبيهيصوا وفرحانين وميتين من الفرحه ان احمد فتوح جدد. الحوار كله احمد فتوح اتوقف علشان مش عايز يجدد، عشان ما كانش عايز يجدد. قال لهم ادوني 180 مليار دولار علشان اجدد. قالوا له ما معناش يا ابني، يا ابني ما معناش. قال لهم مش هجدد، انا رايح الاهلي. اتعرض للبيع واتوقف واتنفى، وكل السوشيال ميديا وكل الاعلام طلعت قالوا لك فتوح خلاص مش في الزمالك، ده قرار تاريخي لنادي الوطنيه والكرامه. وكلهم دلوقتي طالعين بيقولوا ان قرار تاريخي برضه. انا مش فاهم بصراحه الناس دي ايه وملتها ايه يعني. ويجوا يقولوا لك انت ما عملتش كده، ما عملناش ايه. احنا عبد الله السعيد مضى للزمالك ورجع يعيط، جددنا له جدد كده ومضى وطلع على السوشيال ميديا قاعد يعيط وانا ابن النادي الاهلي والنادي الاهلي وتاني يوم اتعرض للبيع واتباع. رمضان صبحي اتعرف بس ان هو بيتفاوض مع بيراميدز، قالوا له ساعه وترد علينا مع السلامه، وقفلوا في وشه الباب مدى الحياه لحد ما يبطل كوره. رمضان صبحي مش هيلمسها في النادي الاهلي. ما تقارنوش نفسكم بينا، يعني بلاش انتوا معانا. لا بطولاتكم زي بطولاتنا، ولا تاريخكم زي تاريخنا، ولا عندنا حنفي زيكم. سلام عليكم.